السلام عليكم ومرحبا بكم في مطبخي، مطبخ رشا كويزين. جبت لكم اليوم سوفلي بطريقة سهلة وخفيفة. تفضلوا تشوفوا معي طريقة التحضير والمقادير. نحكموا ريسيبيون، نوضعوا فيه كاس حليب دافي مع ملعقة كبيرة سكر وملعقة كبيرة خميرة الخبز. نضربوهم مليح مليح بالفوي، وبعد نضيفوا نصف كأس زيت ونبداو نضربوا وقرصة ملح. بعد نبداو نضيفو فارينة تقريبا 3 كؤوس، نضيفو بالعقل ونخلطو بالفوي حتى تلم معنا العجينة، ما يابسة ما طرية، مليحة برك تتشكل معنا. كي نلموها نحطوها على جهة ترتاح لمدة نصف ساعة. في هذا الأثناء نحضروا الحشو، نحطوا البصل وسكالوب مرحي وتوابل دجاج، طيبوهم. كي طيب على الاخر نحطوها كريم فريش. من بعد نحكموا العجينه ونقسموها دي بولات. الحشو اختياري، كل واحد واش يحب يحط. قسموها دي بولات ونبداو نطرحوا فيها ونحطوا لها الحشو ونحطوا لها الفرماج. هاي نحطوا بولات نطرحوها ومن بعد نحطوها في الاخرى نشكلوها سوفلي. ما تنساوش الشابوني وديروا جيم باش يوصلكم كل جديد. كنا ديجا حضرنا العظام، ضربناها مليح، ضفنا لها شويه قهوه باش كي نشكلوهم ندهنوهم ونحطوا لهم السينوج ونطيبوهم على درجه حراره 180 درجه. هاهم كيما قاعدين تشوفوا فيهم يشهيو. السلام عليكم ورحمه الله وبركاته.